ايه يا ايه مالك؟ في ايه مكشره كده ليه؟ نادية صاحبتي منزله ستوري وهي لابسه حته فستان، معرفش جايباه منين، تحفه. طيب ما دام الفستان حلو بركعي عليه وقولي لها الفستان عجبك. نعم. لا طبعا، هو الفستان حلو بس مش حلو عليها. اصلا لو انا اللي كنت لابساه كان هيبقى قمر عليا. طبعا طبعا طبعا. في ايه يا آية؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ راجعة من الدرس متضايقة كده ليه؟ سيبيني في حالي يا سلمى، انا مش طايقه نفسي اصلا وعلى اخري. ليه بس؟ حصل ايه؟ في حد عمل لك حاجة؟ نادية يا ستي جابت درجه اعلى مني في الامتحان. ليه بس؟ هو انت درجتك وحشة؟ لا طبعا، بس هي تجيب درجه اعلى مني ليه؟ عادي يا بنتي، يمكن هي كانت مذاكرة اكتر، مركزة اكتر، وبعدين انتوا الاتنين درجاتكم كويسة، واصلا انت مالك بيها، خليكي في نفسك. يوه اسكتي بقى يا سلمى. عندما تتفتت الصخور بفعل المطر والرياح. سلمى، انا لازم اقول لماما تجيب لي موبايل جديد. ليه، هو انت موبايلك باظ ولا حاجه؟ لما بس نادية جابت موبايل جديد وكمان احسن من بتاعي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ستي مالك انت ومالها؟ حطها في دماغك ليه؟ واحطها في دماغي ليه اصلا؟ بس برضه ما يبقاش معاها موبايل احسن من بتاعي. يا آية، كل واحد وله ظروفه، ما ينفعش نبص لحد في رزقه أو ماله أو أي حاجة، كل واحد وليه رزقه. يوه سلمى، انا مش هتكلم معاك في اي حاجة تاني. اوف. مالك تاني؟ هو أنت على طول كده قاعدة مبوزة؟ اكيد ناديه جابت حاجه جديده. ليك حق تتريق يا ادهم، انا زعلانة من نفسي جدا وحاسة اني وحشة. ليه في إيه؟ نادية صاحبتي اللي انا كنت ببصلها في كل حاجة وبحسدها طلعت مريضة مرض وحش، واهلها بيجيبوا لها كل اللي هي نفسها فيه عشان تفرح ومتفكرش في مرضها. لا إله إلا الله، ربنا يشفيها. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. شفت يا آية بقى؟ أنا قلتلك إن دي أرزاق، وكل واحد وليه ظروفه، والحسد ده عادة سيئة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والحسد، فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا انا عمري ما هبص لاي حد تاني، الحمد لله على كل حال. ونيجي بقى لمسابقة المرة دي. كام مرة قلنا نادية في الفيديو ده بما فيهم المرة دي؟ نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.